السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني ايه وعاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفة جديدة مع بعض النهاردة. هجيب حلة على النار، هحط فيها مادة دهنية. استخدمت زبدة صفراء، هنزل عليها كمية اللحمة اللي انا عايزاها، ده حوالي كيلو الا ربع. طبعا بتكون ملبسة كده عشان هنعملها لحمة محمرة مش ببصل. هضيف نص معلقة من بهارات اللحمة ونص معلقة من الفلفل الاسود، وطبعا بصلة بحالها كده سليمة، وحبتين كده من الحبهان. وطبعا مش هقلب اللحمه إلا لما يتغير لونها زي ما احنا شايفين كده اهو، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. بعد ما اللحمه يتغير لونها كده واقلبها شمال ويمين، هغطي عليها، ومن وقت للتاني بنزل لها حوالي نص كوبايه ميه سخنه بتغلي. طبعا بعلق على الكاتل جنبي لحد ما اللحمه تستوي وبطل احط لها ميه. طبعا معايا حله تانية على النار فيها طبعا ميه سخنه بتغلي، بنزل فيها المكرونه كده، وبنزل عليها شويه ملح وكمان شويه زيت حسب الرغبه. في ناس ما بتحطش حبه الزيت دول عشان ما بتحبش الصوص او الصلصه تنزل منها على المكرونه، عادي ما فيش مشكله، بس انا بحب احطهم عشان المكرونه تبقى طريه معايا. دلوقتي هنزل شويه كده من الزيت على قطعه من السمنه البلدي كده، الزبده، بحب طعم الزبده في المكرونه. وبعد كده هنزل معلقتين من معجون الصلصة، عليهم كوباية من عصير الطماطم بعد ما صفيته طبعا في المصفى، ومرق الدجاج، شوية من الفلفل الأسود، شوية من البابريكا. وبعد ما الطماطم تسبك تماما معايا كده، هنزل فيها المكرونة وهقلبها بالشكل ده لحد ما تتقلب معايا كده وتبقى طرية وجميلة كده زي ما انتم شايفين. طبعا كان طعمها تحفة جدا، وكمان اللحمة استوت معايا وضفت لها الملح. طبعا جربوها تعجبكم، وبألف